بسم الله الرحمن الرحيم. على بساط مطرز من متابعاتكم عدنا إليكم بعز وافتخار بكم مستمعين ومتابعين لنعطر سماءكم بأريج جنائن قناة رابطة عزف الأقلام العربية، وحلقة جديدة من برنامج من الحياة، مؤسسها الشاعر سيد منير عطية، إعداد وتقديم سلوى علي، إخراج أحمد منير. أعزائي الأصدقاء، تعالوا معي نحلق بسماء مصر ونتعرف على امرأة كاتبة تسطر ما يدور حولها من مشاهد ومعاناة. حروفها روح تفرشه على الورق، تداعب الإحساس بهندسة الكلمات فوق مدينة الإبداع والسير بطرقاتها، لتعطي للقارئ طعما آخر لما يتلقاه من رحم حروفها. هي القاصة فاطمة موندي عبد الكريم، صعيدية الأصل، تقيم في محافظة الغربية مدينة المحلة الكبرى، حاصلة على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال، تعمل مدرسة في إحدى المدارس الخاصة. لها منشورات عديدة في الجرائد الإلكترونية والجرائد القومية كالأخبار المسائية والأهرام المسائي والراية الدولية، كما إنها حصلت على جوائز إلكترونية من جهات ثقافية مختلفة، حاصلة على جائزة الأولى مرتان على مستوى الجمهورية المصرية، والجائزة الأولى من صوت الشارع مرتان في سنوات مختلفة. بقى أن نعرف بأنها طبعت كتاب رواية بعنوان سأكون عشيقتك الليلة، وفي الطريق إلى طبع كتابين آخرين، وهما مجموعة قصصية، الأولى بعنوان اللبن المسكوب، والثاني لم تختر له اسم بعد. أعزائي، هيا معا نرفرف بأجنحتنا ونحلق عاليا بسماء قصصها. تعالوا معي وقصة بعنوان كليوباترا. تتراقص رموشها كقطعة من القماش الحريري نشرت على حبال الغسيل. تتمتع الريح بشعرها الأسود، تطل من عينيها العسليتين أنوثة تطلق سهاما عفوية. أتساءل عن شفتيها النديتين، إن كانت تنطق من خلالهما كلمات تسحرني كلما سمعت صوتها. عبر كاميرا الحاسوب أحلم بها، ربما عاشت ل5,000 عام، أو ربما ولدت كليوباترا من جديد. يحكى أن ابنة أنطونيو الثالث قد وضعت الآلهة في وجهها الخمري سحرا، جمعوه من حسناوات فينيقيا ورفح القديمة ومن أديم طيبة قبيل بناء الهول العظيم. فعندما تقدم بطليموس الخامس لخطبتها ذهلت النسوة لصفاء وجهها الخمري. العادة أن تقدم الزوجة مهرا إلى زوجها، لكنها خرقت ما وضعته القوانين، فثمة شاب بابلي كان يحلم بلقائها كلما فتح الفيسبوك. لم يكن ذلك المهر سوى قلادة فرعونية رسم على مينائها نهر طويل، لم يكن هو النيل. كان يتكلمان قليلا عن بطليموس زوجها، وكثيرا ما كان يتكلمان عن إبداعات أناملها. كان يشعر إن ثمة أسرار لم تبح بها بعد تلك الراقصة برموشها، أو لأسميها كليوباترا. ذات مساء لم يكن في البيت سوى نحن الاثنين، أنا وأنا، فقد كنا نقرأ كلماتها عبر مربع صغير، ننتظر أسئلة منها أو كلمات يحلم بها كلانا. لا، لم يكن أنا من يحلم، بل كنت أنا أحلم بأن أقرأ كلمات الحب التي أتوسل كل ليلة بأبجدياتها. كانت تكنيني بالمجنون،
كم جميلة تلك الكلمة، فقد غيرت مربع الرسائل. أنجبت من بطليموس زوجها الفينيقي أهرامات من ذهب، لكنها لم تكن كنساء طيبة، فكلما دارت عجلة الزمن كلما ازداد حسنها وبلورت شعرها الذي كانت تغطي فيه تلك الأهرامات القديمة. في صباح عبق قديم قتل بطليموس الخامس في إحدى فتوحاته، قيل إنه لم يمت، أو إن قتله كان معنويا في قلبها. تضاربت الروايات، لكنها ما زالت تكتب حكايات أتمتع كل مساء بقراءتها. الشاب البابلي لم ينسى حلمه بعد، قتل هو الآخر، لكنه ما يزال يتنفس حروف اسمها. ذات مساء ربط جناحيه الطويلين وطار نحو بلاد الشام، وأخذ يسبح في سماء الأبيض المتوسط. ثم انعطف نحو الشرق، أبان جناحيه في مرآة البحر الأحمر. شرب من زرقة النيل، قال لجناحيه: لم أقتل، ولكن شبه لهم. كانت نائمة عندما رأى وجه الخمري عبر النافذة الزجاجية. لم يكن حينها أن بطليموس ميت، كما لو نحن نشاء. فتح شباك النافذة بإحدى جناحيه الفضيين بهدوء، دخل إلى غرفتها. ملئت الغرفة من عطره البابلي، وغطى بطليموس بنوم عميق، كما لو إنه واحد من أصحاب المنزل. أنشدها شعرا بابليا، إذ كانت القصائد الملقى إليها وهي نائمة تتمحور في أيقونة أحلامه الجنونية. أنشدها 1000 قصيدة، بل و1000 شهرزاد وشهريار، لكنها كانت تغط بنوم عميق. قلب وجهها بنظراته الحزينة، لكنها ترفض الكلام من خلال قنوات الموت المحتومة. ضيفتنا الأديبة والقاصة فاطمة المندي من واحات الأبجدية وجنائن الحرف، لك منا باقات من البنفسج لعطر تواجدك بيننا واستجابتك الدعوة، فأهلا وسهلا بك. سعيدة النهاردة بالتسجيل في رابطة عزف الأقلام. سعيدة كمان بوجودك معايا غاليتي أستاذة سلوى. سعيدة بكم جميعا للنهوض والإعلاء بكلمة الثقافة في كل مكان. تحياتي لكم جميعا على مجهودكم الرائع الذين تبذلون من أجل إعلاء كلمة الثقافة في الأدب أو الشعر أو القصة. تحياتي. أستاذتنا، قبل كل شيء نريد أن نعرف، هل فاطمة المندي تكتب لنفسها أم للمتلقي؟ نعم، في البداية كنت أكتب لنفسي، كنت أكتب القصص وأحتفظ بها في أدراجي. أما الآن منذ عدة سنوات بكتب للمتلقي، فوجدت عنده استقبال وإعجاب بما أكتبه. شكرا. أستاذتي، من خلال سيرتك الذاتية تعرفنا لمدى الإبداع المتدفق لفاطمة مندي. كما نعرف، مجال الإبداع ليس مفروش بالورد، فلا بد أن تتعرض الكاتبة لمشاكل وعقبات. سؤالي: ما هي المشاكل والعقبات التي واجهتها فاطمة مندي في بداية مسارها؟
العقبات التي واجهتها في بداية كتابتي ما كانش في عقبات تقريبا. ليه؟ لأن كنت بكتب لنفسي، ما كانش حد بيشوف اللي أنا بكتبه. بداية ما بدأت أنشر اللي أنا بكتبه على النت بدأ النقد يجيلي. أخطاء لغوية بدأت أعدلها. طبعا أخطاء في النحو كلنا بنقع فيها، بدأت أعدلها. وفي بدأ يجيلي نقد بناء ونقد هدام. بدأت أنا أشوف الحكاية دي لما ظهرت على النت ككاتبة. في أول الأمر كان بيضايقني الكلام ده، لكن أنا كنت بستفيد منه، غالبا كنت بستفيد منه. وكنت بتضايق في بداية الأمر من النقد، لكن لما فهمت الدنيا ماشية ازاي خلاص ما كنتش بتضايق. أنا بكتب للمتلقي اللي بتعجبه القصص، والأدباء اللي هم بيقدروا يعني ايه أديب، بيقدروا الكلمة، بيقدروا الفكرة، بيقدروا الحكاية والحبكة. نعم. بعدما عرفنا تلك العراقيل وانتصارك عليها بمسيرك الأدبي، نعرف بأن العمل الأدبي مغاض عسير. ما الذي يصاحب صدور قصصك؟ نعم، الذي يصاحب بداية كل قصة جديدة هي بداية حكاية تحدث أمامي، مشكلة ما أو حدوتة ما حدثت أمامي، فأسردها بطريقتي الأدبية كقصة وأصوغها بكلمات ومفردات فاطمة مندي وبطريقة فاطمة مندي. وهتلاقي معظم قصصي واقعية. بعض الأدباء أطلق علي لقب أديبة الواقعية، وشبهني بالأستاذ الكبير نجيب محفوظ. طبعا احنا لا نرقى إلى مكانته ولا نص مكانته ولا ربع مكانته، ولكن أصدقك القول هذا حدث فعلا. ولو راجعت كل قصة من قصصي ستجدين أنها تحاكي المجتمع المصري، حكاياته وقصصه. تحياتي. أستاذتي، سؤالي في شطرين. أولا، بعد كل ولادة لعمل أدبي يقاس المبدع بالنوع ما يكتبه لا بالكم، فهل النقد استوفى قراءة قصصك؟ عزيزتي، إن بداية أي عمل أدبي مهم أوي يكون كيف مش كم، وخصوصا القصة القصيرة، لأن من شروطها تكثيف الحدث وإلقاء الضوء على الحدث في أضيق الحدود. بنراعي في القصة القصيرة إنها تكون مفرداتها جزلة، تحتوي على لغة عربية سليمة،
يكون فيها الحدث هامشي. تحدث الكاتب كثيرا عن تجربة البطل النفسية، ثم يتطرق إلى الحدث، ثم ينسج بخيوط ذهبية نهاية قصته. ومن المهم أن يأخذ القارئ من بداية أول حرف في القصة إلى نهاية آخر حرف. هكذا نقدر نقول إن الكاتب نجح إنه يشد القارئ، يبقى العمل كده عمل ناجح. شكرا. الشطر الثاني من سؤالي: كيف تنظرين إلى النقد المصري؟ النقد المصري بعض منه بناء، ولكن كثير منه هدام. فبعض الأدباء ينقدون الأديب في بداياته لهدمه، وهذا حدث معي أثناء حفل توقيع كتابي في بلدي المحلة. فوجدت كثير منهم يوجهون إلي نقد غير هادف، ينقدون غلاف الكتاب، ينقدون طبع الكلمات، ولا ينقدون العمل الأدبي. وده طبعا ضايقني منهم جدا. لكن هناك أدباء كبار ينقدون العمل بحب ولا يهدمون الكاتب، لا يسببون له الإحباط أو اليأس، بل يشدون من أذره ويأخذون بيده إلى بر الأمان. نعم. نود أن نعلم، هل لفاطمة المندي ميول أدبية أخرى غير القصة؟ عزيزتي، نعم، عندي ميول أدبية أخرى. فأنا من الأساس كاتبة رواية، يعني بداياتي كانت كتابة الرواية، وعندي أكثر من رواية. ثم تطرقت في الأعمال الأدبية إلى كتابة القصة القصيرة. وأخيرا وليس آخرا، كان لي زمان محاولات في الشعر، كتبت عدة قصائد ثم توقفت قليلا، ثم مرة أخرى كتبت القصائد أيام الثورة المصرية. فجرت بداخلي كلمات ومواقف استفزت مشاعري، فخرجت على صفحات أوراقي كلمات ثائرة مثل ثورتنا المصرية. نعم. يسعدنا أن نستمع إلى أحد أشعارك. عندي بعض الأشعار، سوف أقص عليكم بعض من أشعاري، أتمنى أن تنول إعجابكم جميعا أحبتي. شعر أماه، قصيدة بعنوان أماه. أماه قد ضاع الطريق،
هل يبصر البر الغريق؟ كان الفؤاد طيبا بل لقبوه بالرقيق. غدا سجينا ضائعا وأسود من لهب الحريق. أماه أتعبني السفر، هل أستريح أو أفيق؟ هذه عيوني انظري، هل نام جفن للحزين؟ قد جئت أبكي عالمي حتى تورمت الجفون. إني رغبت في الرحيل، أسافر وحقائبي شمس الأفول قد أنتهي. قد نلتقي في ليل يوم كم يطول. أماه من حزني وألمي لا أرى شيء جميل. قد كان عمري ليلة لم تبصر العمر الجميل. أماه أين حقائبي؟ سيكون في الفجر الرحيل. أماه لا يهم من أنا، سأرحل للأبد البعيد. قد قالوا عني حزينة، وسألت بل أين السعيد؟ أماه حزني لأني قد جئت يوما للوجود. أماه لا تبكي مرارا فلربما. هناك من يخلط بين القصة والحكاية، ممكن توضحي لنا الفروق بينها؟ الفرق بين القصة والحكاية: القصة هي سرد قصصي قصير أو طويل يهدف إلى أحداث تأثير مفرد مهيمن، ويمتلك عناصر الدراما. وفي أغلب الأحوال تركز القصة على شخصية واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة، وحتى إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا بد أن تكون الوحدة هي المبدأ الموجه لها. والكثير من القصص القصيرة يتكون من شخصية أو مجموعة من الشخصيات. ويذهب بعض الباحثين إلى الزعم بأن القصة قد وجدت طوال التاريخ بأشكال مختلفة، مثل عن الملك داود وسيدنا يوسف وراعوث، وكانت الأحدوثة وقصص القدوة الأخلاقية في زعمهم هي أشكال العصر الوسيط للقصة القصيرة. ولكن الكثير من الباحثين يعتبرون أن المسألة أكبر من أشكال مختلفة للقصة القصيرة، فذلك الجنس الأدبي يفترض تحرر الفرد العادي من ربقة التبعيات القديمة وظهوره كذات فردية مستقلة تعي حريتها الباطنة في الشعور والتفكير ولها خصائصها المميزة لفرديتها. أما الحكاية
فهي خرافة أو سرد قصصي تضرب جذورها في أوساط شعب، وتعد من مأثورات التقليدية وخاصة في التراث الشفهي. ويغطي المصطلح مدى واسع من المواد، ابتداء من الأساطير السافرة إلى حكايات الجان. وتعد ألف ليلة وليلة مجموعة ذائعة الشهرة من هذه الحكايات الشعبية. فاللغة العامية لغة مبتذلة لا تقوى على إقامة معان ذات إيحاءات متعددة مؤثرة، كما هو الحال في اللغة الأدبية الفصحى. نشكر الأديبة والقاصة فاطمة المندي على استجابتها للدعوة والإجابة على أسئلتنا. لك منا باقات عطرة وتمنياتنا لك بالنجاح. تحية وباقة ورد أرسلها لعزف الأقلام على هذا المجهود الرائع الذي يبذلونه من أجل إحياء وإسراء الأدب والشعر. تحياتي لجميع القائمين على آلة عزف الأقلام العربية. تحية خاصة للأستاذ منير سيد منير. تحياتي للأستاذة الإعلامية الكبيرة سلوى علي. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم على هذه المساحة التي أعطيتموني إياها لكي أنثر عبير كلماتي بينكم. أصدقائي المستمعين من قناة رابطة عزف الأقلام العربية، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم وحلقة جديدة من برنامج من الحياة.